السلام عليكم. لحظة نجنب. شكرا شكرا شكرا، الله يفدها لك. هيا السلام عليكم يا اصحابنا، قضاء حاجتكم الله يفدها لكم، وندخل في الموضوع دغري. ما معنا اليوم يا كمال طماح؟ معنا مسابقة التميز للعام 2025 للمشاهير. من هو المشهور كالمفضل او من يستحق الجائزة؟ بداية قبل ما ادخل في الموضوع دغري واهري اعلن انسحابي من مسابقة التميز لهذا العام، وانا متصدر ضمن الثلاثة الاوائل. اعلن انسحابي وانا ضمن الثلاثة الاوائل. اعلن انسحابي وبه مركز اول ومركز ثاني ومركز ثالث. اعلن انسحابي وفي جوائز للكل وكؤوس للثلاثة، ومع ذلك اعلن انسحابي عن قوة وليس عن ضعف، وللاسباب التالية: قضاء حاجتك لفعلك الزنجبي. قبل 4 أيام أو 5 أيام تواصل معي الأخ بسام الجعدي والأخ تقريبا اسمه أحمد المقولي، تواصلوا معايا ومع غيري من المشاهير، قالوا يا أخي كمال ممكن تشرفنا وتشارك في مسابقة التميز لهذا العام للمشاهير. ايش شروط المسابقة يا أصحابنا؟ قالوا الجائزة $1000 $1000. ركزوا، مش 10,000. ما هو المطلوب؟ قالوا تحضر لا عندنا، تصور مقطع فيديو وتنزله في صفحتك، والجائزة $1000. قلنا الفلوس ما مش حجة، يعني ما دام هي تنافس وعنعمل جو ونخلق جو جميل من التنافس مع الزملاء والأصدقاء، نعيش تجربة جميلة ورائعة. ودخلنا والجائزة 1000، عشان اللي بيقولوا اوه دخلنا والجائزة 1000، مش الهدف الفلوس، الهدف التنافس وخلق روح جميلة وروح يملأها المحبة والإخاء والتنافس الشريف. فقبلنا والجائزة 1000. جلسنا يومي، قالوا نظرا للتفاعل الجائزة أصبحت $10,000. اقترحت عليهم 5,000 المركز الأول، 3,000 المركز الثاني، 2,000 المركز الثاني، 2,000 المركز الثالث. استحسنوا الموضوع، استحسنوا ووافقوا عليه. فاستمرينا في المسابقة وعلى بركة الله في جو من التنافس، أنا والأستاذ محمد المحمدي والعديد من المشاهير دخلنا في تنافس شديد وروح مرحة وروح جميلة يملأها المحبة والإخاء ويملأها الود والزبج والنكت والضحك ولا بما يعكر الصف. الشروط المسابقة يا أصحابنا، قالوا المسابقة يجب أن يكون المشترك معه 50,000 متابع فما فوق. تفضلوا. قلنا تمام، جميل جدا. ايش عبقي؟ قالوا تبدأ المسابقة يوم اللي هو بدأنا فيه، ما عندنا ايش ذاكر كم، وتنتهي يوم 31 من هذا الشهر. ويجب على المتسابق انه يجي يعمل كلمتين وينزل الفيديو، وتحسب 50% على عدد المشاهدات. 50% على عدد المشاهدات، و50% حيجيبوا كود من خلاله يتم التصويت. والمركز الأول مع $1000 كما أخبرتكم، وعدلوا له 10,000. جميل جدا. ومشينا على هذا المنوال. بدأ الاختراق الأول، بدأ ظهر واحد بمقطع يستعطف الناس انه حيسلم الفلوس اذا ربح حيوزعها للمساكين والفقراء وهذا. قلنا استعطاف الناس من اجل العمل الخيري ما ينفعش، فوز وبعد ما تفوز اديها لمن ما اشتهيت. فاستحسنوا الفكرة في المسابقة واضافوا هذا البند، وخلوا الشخص هذا مشى ابو حيدر حفظه الله ورعاه الله، يسعده ويوفقه ونبارك له، يفوز ولا ما يفوز بعد حاله انسان. استحسنوا الفكرة وقالوا للاشخاص اللي استعطفوا الناس بمقاطع الفيديو انه هذا جانب اخر، بعد ما تفوز وزعها لمن ما تشتهي. وتمينا واستمرينا استمرينا في المسابقة. ظهروا ناس ما هم معهم الا 20,000 30,000، واستمرينا. جاء الى اليوم وانتهت وقت المسابقة اللي 31 ديسمبر.
انت اللي هو الوقت المحدد لاستقبال المشاركات والحضور الى مقر الغرفة التجارية او مقر اخر لتسجيل الفيديو. نتفاجأ اليوم انه يتم اختراق ثالث، يتم التجاوز الثالث، ويقبلوا مشاركات من بعد يوم 31 ويمددوا 5 أيام. هو مش بازار خيري، هو مش شو حفل او معرض وتقوموا تمددوا. لا لا لا، هي مسابقة وهي لوائح، واحنا شفنا اللوائح وشفنا القرارات هذا ولا القوانين، ووافقنا على الدخول في خوض المسابقة بروح جميلة، زبج وضحكنا، وعرفت كيفا 4 أيام هو يسبقني وانا اسبقه المهم قلنا يا جماعة ما ينفعش، هذا اختراق للقوانين. من يشتي يشارك فوق راسي؟ ابو حيدر، ابو نواف، امشي يكون يمني ومن هذا البلد ويجي يسجل ويضم لوائح المسابقة ويشارك ويفوز، الله يسعده، ولا فاز يوزعها حتى لمن اراد، هذا شأنه وربي يبارك فيه، وبادرة طيبة وجميلة، بس ما نخليهاش شماعة نستعطف بها الناس، لان بعض الناس واحد من المشاركين مع الزواج وقد كان نافس بقوة عشان يخلص زواجه. ف اسلوب ان احنا نستعطف بالعمل الخيري شيء ثاني، نافس، والاخير وقت المهرجان عندما تسلم الجائزة اقول هذه الجائزة اتبرع بها لكذا. فعندما انا لاحظت ان في اختراقات متكررة ونهايتها اليوم انهم يمدد 5 أيام، على اي اساس تمدد؟ احنا دخلنا على وقت محدد وزمن محدد وانتهى الموضوع. الان انا في ال3 المراكز الاولى تقريبا لحد الان بوصل 900,000 يعني مشاهدة، والمحمدي فوق 1,000,000، وكذلك عرفات في 900. احنا الان انا انسحب عن منطق قوة، انسحب وارمي الكرة في ملعب الغرفة التجارية، واناشد الاستاذ علي الهادي تقريبا الذي عمل قفزة في الغرفة التجارية، قفزة نوعية، ويعني بانت أنشطتها وأعمالها الطيبة والجميلة وخدمتها للجانب التجاري في اليمن، نحييه على هذا الجانب، ولكن يجب عليه أن يرى بعين الإنصاف ما حصل من خروجات في هذه المسابقة التي لا نريد أن نكسب من خلالها إلا كل الحب وكل الود وكل الاحترام. ما داموا في انتهاكات مستمرة وخارج القوانين المسابقة، يعني الانسحاب بهدوء دون ضجيج ودون ساب ودون شتم ودون قدح، لا. ومن فاز أبارك لمن يفوز، أتنازل للأستاذ محمد المحمدي أو الأخ عرفات أو حتى لأبو حيدر، أتنازل بمشاهداتي كاملة، وربي يوفقه اللي يفوز. وأنا أولا مبارك له، سواء أبو حيدر أو بارك له، سواء محمد المحمدي أو الأخ عرفات أو أي واحد ثاني، أنا أول المهنئين والمباركين لهم. الأخ أحمد المقولي، الأخ بسام، ورئيس الغرفة التجارية، نقول ما حصل من لعب في اللوائح ليس شيء رائع وليس شيء جميل، ولكن أنه نقطة سوداء في مساحة بيضاء جميلة اسمها الغرفة التجارية اليمنية. ونقول أحمل الأستاذ علي هذه الأمانة، أقول حسبي الله ونعم الوكيل في التلاعب، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في التلاعب.